بنرحب فيكم مشاهدينا برنامجنا لايف ستيج اللي رح نكون معكم فيه اسبوعيا، ورح نستضيف مجموعه من الفنانين واليوتيوبرز بالاضافه لاستضافه مجموعه من المواهب الفنيه الصاعده. رح نلخص بلايف ستيج اسئلتكم ونرضي فضولكم لمعرفه المزيد عن ضيوفنا. شغفنا بطرح الاسئله كبير، والاكبر من هيك هو طموحنا للوصول لقلوبكم عن طريق برنامجنا. وضيفنا لحلقه اليوم طفل طموح، وللطموح دائما بيكون في ثمن. عزام الشبعان طفل سوري بلش يشتغل على حلمه بس من 2 سنين، وقدر يوصل لآلاف بل تخطى 1,000,000 من معجبينه. عزام الشبعان قدر بصوته الكبير كتير يوصل لقلوب كتير من العالم. لكن كيف بلش بهالعمر وقدر يستمر ويوصل للشهرة؟ الشهرة يلي هي عبارة عن سلاح ذو حدين، وكتير من النجوم المعروفين عاد ما حبوها عاد ما تعبتهم وتعبوا منها. فكيف لعزام يلي تحدى حتى طفولته لينجح ويحقق هدفه ويمتعنا بسماع صوته؟ رح نعرف اليوم كل هالتفاصيل وأكثر بلايف ستيج. خلوكم معنا. منرحب فيك بلايف ستيج ويعطيك العافية، ورح ناخذ من وقتك شوي اليوم. حضرتك المنتج بابنك عزام، هل مكرس كل وقتك لعزام ولا في مشاريع خاصة بحضرتك عم تشتغل عليها؟ لا والله مشاريع خاصة ما في، تقريبا الوقت كله بالاستديو لعزام ولحمودي مشان مستقبلهم، يعني نأسس لهم أرضية تحتهم كبيرة. استاذ رامي، قديش حضرتك فخور وشو شعورك بس تشوف نجاح عزام بعمل ما؟ أكيد أي أب بده يفتخر بابنه، خاصة لما عم تنزل أغاني إله وتنجح وتجيب مشاهدات، ولما بكون بحفلة والناس عم بتسقف له ومبسوطة فيه، أكيد هذا فخر لكل أب بالدنيا. طيب بالنسبة لحياة عزام الدراسية، قد ايه عم يصعب عليك توافق بين نجاح وعمل عزام بين حياته الشخصية وبين حياته المتعلقة بالدراسة؟ هلأ للأسف حياة شخصية ما في، لأن كلياتنا اليوم أنت مجبور وملتزم بعدة نقاط، فحياة شخصية تقريبا ما في. عمل يوتيوب، تسجيل أغاني، تحضير، ففي صعوبة بالنسبة للحياة الشخصية ملغية عنا. وبالنسبة للدراسة الله رحمنا هاي السنة بأنه بسبب فيروس كورونا مسكر المدارس، فعم بصير مثلا تدريس أونلاين، فعنا وقت زيادة نكسبه، ولكن السنة الجاية رح يكون في صعوبة كبيرة. استاذ رامي الشبعان، بنتشكرك كتير وشكرا على استضافتك لنا. أهلا وسهلا، شرفتك. يا هلا فيك. استاذ محمد زين الساهر، اهلا وسهلا فيك. كونك الملحن وكاتب معظم اغاني عزام، بدي اسالك قديش بتلاقي عزام عم يتجاوب معك سواء بالاداء او بطبقات الصوت؟ والله ما عم يعذبني كتير عزام، لاني عم يستوعب كتير، يعني بقول له مره ومرتين، يعني بالتالي لازم يكون مستوعب. ما عم يعاني. اذا عزام عنده حس موسيقي عالي، عنده موهبه من الولاده هي، يعني شاطر ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. طيب سؤال تاني استاذ محمد، كيف بتعرف انه هذا اللحن بيناسب طبقة صوته لعزام؟ هلا انا لما عم بعطيه السولفيج الموسيقي او عم بدربه على العلامات الموسيقيه، بعرف وين مدى صوته لعزام، يعني حفظان صوته كل شيء. انا لما عم بكتب الاغنيه بعرف لازم الحن له اياها على طبقه معينه لصوت عزام، فحفظانه كله على بعضه، وبعرف اللون اللي بيلبق له لعزام. بما انه انت عم تكتب له معظم اغاني لعزام، هل انت الكاتب الحصري لاغاني عزام؟ وهل ممكن نسمعه بلهجات مختلفه؟ هو نحن عم نوع كتير حاليا، يعني كتبت له وحده سوريه، وحده لبنانيه، وعراقيه، وحاليا في عم يجي اعمال كمان من خارج يعني من خارج كلماته والحان. يعني كمان عنده اعمال حلوه مع غير شعراء، وما شاء الله عليه، يعني قدامه مفتوح ان شاء الله العزام. بنتشكرك استاذ محمد زين، شكرا لك. تحياتي لكم. عزام ويعطيك العافيه. الله يعافيك. عزام، شو اسم الاغنيه يلي عم تحضر لنا اياها هلا بالوقت الحالي؟ حاليا اللي عم نحضر لكم اياها اسمها تركني. طيب متى حيتم اصدارها؟ رح تنزل على اليوتيوب على راس السنة. على راس السنة. طيب شيء جديد غير تركني على راس السنة شو محضر لنا؟ على راس السنة في أغنية موديل جديد من قبل مو عامله، حماسي شبابية هيك شيء. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. عزام الشبعان، اهلا وسهلا فيك باولى حلقات برنامجنا لايف ستيج. أهلا فيك، يا رب تسلم يا رب. عزام، انا كمان بدوري برحب فيك
وحابين نفتتح أولى حلقاتنا بأغنية من صوتك. أهلا فيكم يا رب، وشكرا كتير على الاستضافة. يا هلا عزام. شو حابب سمعكم؟ أي شيء على ذوقك. أي شيء. ممكن أغنية نبض قلبي، أكيد ما في كثير مشكلة. حبيناها من تماما. إن شاء الله. نبض 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 قلبي، أموت أذوب أنا بحبي، غيرك ما شافت عيوني، يا أول حب نور دربي. نبض 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 قلبي، أموت أذوب أنا بحبي، غيرك ما شافت عيوني، يا أول حب نور دربي. عشقي يا أحلى عيشك حقي، منك ما افترق روحي، حبي من صدق وأحلى هدية من ربي، وأحلى هدية من ربي. عشقي يا أحلى عيشك حقي، منك ما افترق روحي، حبي من صدق وأحلى هدية من ربي، وأحلى هدية من ربي. الله يا عزام، شو هالصوت تسلم يا الحلو. ما شاء تسلم يا الله، رب. يعني ما شاء الله. رجل استديو فينا من الأول. عزام صراحة صوت جميل بلا منازع. عزام لك اليوم ما رح نرحمك، لا تفكر بس هيك رح نقعد ندندن كم غنية. أكيد طبعا، اليوم حضرنا لك أسئلة كتير حلوة تمام. وكتير قوية. في أسئلة محرجة؟ في أسئلة أكيد محرجة. طبعا يا عزام، وكمان في عنا تحديات أيضا. موافق موافق. جاهز؟ يلا. طيب عزام رح ندخل مباشرة بأسئلتنا، ورح أبلش معك بأول سؤال. طبعا الجمهور حابب يعرف عزام من وين. بعض الجمهور ما عنده فكرة إنه أنت حضرتك من حمص حسب ما أنا قرأت عنك. صحيح؟ من وين من حمص عزام؟ من حمص، من البياضة. من البياضة. أهلا وسهلا. شو مشتهرة البياضة؟ صراحة ما بعرف، لأنه لما طلعت من سوريا كان عمري جدا صغير، فما بعرف كتير عن سوريا. بس لازم تتثقف بهذا الموضوع. أنا أكيد برأيي. بس ما بعرف كتير عن المنطقة، شو بتشتهر أو هيك شيء. كونك لساتك كنت يعني بمراحل ما ما وعيت عليها. طيب عزام، اتجهت أنت وعائلتك لتركيا، بأي سنة كان هذا الحكي؟ 2015. 2015، يعني فينا نقول من 5 سنين تقريبا. طبعا اتجهتوا لتركيا بسبب الأحداث المؤسفة يلي صارت بسوريا. نعم. بعد ما اتجهتوا لتركيا، كيف اكتشفت موهبتك؟ في حدا ساعدك على هذا الموضوع؟ أكيد بابا هو اللي اكتشف موهبتي، سمعني عم غني فسجل لي صوت لغنائي وصار يسمعه للعالم. فبالصدفة شافوا شخص سمعوا الصوت، قال له إنه صوته حلو لازم تدربه. فهو الشخص اللي سمعوا الصوت بابا طلع هو بيعرف معهد موسيقي، فقال له عليه لبابا ودلوا عليه، وبابا سجلني فيه. درست تقريبا 2-3 وبدون انتقلنا من بيتنا، اجينا على منطقة تانية، فرجعت فت على أستاذ درسنا موسيقى، وبعدها فت يعني على مجال بلشت اليوتيوب. بالاختصاص مباشرة. يعني بس لاحظ والدك انه لا، عزام في طبعة سحرية خلينا نقول لصوته، فدغري اشتغلتوا على الموضوع مباشرة، سجلت بمركز بمعهد تعليم الموسيقى. جميل. عزام، كيف عائلتك تقبلت دخولك لعالم الفن وانت بهذا العمر الصغير؟ عائلتي كلها تتقبلت الفكرة، يعني ما واجهت أبدا صعوبات، بسبب أنه هني حبوا فكرة أنه أنا طالع صوتي وفرجي صوتي للناس ليدعموني، ويصير هذا الشيء اللي هلأ نحن عم نعيشه، نصير عندي ملايين مشتركين وهيك. يعني كانت عائلتك الداعم الأكبر لك، وهي اللي وقفت حدك أكيد. ووصلتك لهذا الشيء. أكيد. في حدا بعائلتك بيغني عزام؟ عمام وأبي كلياتهم بيغنوا، واللي ما بيغنوا بيعزفوا على آلات موسيقية، وأبي كمان بيغني. يعني هذا الشيء جاي عندك بالوراثة. ما شاء الله عليك عزام. تسلم يا رب. طيب عزام، حابين نعرف شو أول غنية غنيتها وأخذت فعلا الشهرة والصيت الواسع، يعني اللي خلتك أنت تفوت فعلا أكثر بمجال الفن؟ أول أغنية غنيتها كانت أغنية تركية اسمها بالتأكيد سأنسى، وصلت أول شهر 6 مليون، بس بعدها انحذفت من اليوتيوب. كيف انحذفت من اليوتيوب؟ صار شوية مشاكل عليها إنه هي مو أغنية خاصة،
فانحذفت من اليوتيوب. موضوع حقوق النشر من والموسيقى، تمام. فلهذا السبب تم حذفها. نعم. بعد ما وصلت ل6 مليون. شو كان شعورك بهي اللحظة؟ يعني زعلت عليها لأنه كانت هي أول أغنية بتنتشر لإلي، اللي هي بينت لي صوتي للناس أكتر. بس هي مجرد أغنية وبعدها عملت أغاني أحلى منها. طيب سمعنا مقطع منها بصوتك. Denize ay vurmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne, benim acım aşkımdan sana ne, istemiyorum gelme, eline başkası tutmuş bana ne, gözlerime yabancı doğmuş bana ne, benim acım aşkımdan sana ne, istemiyorum gelme, unuturum elbet, geri döneceğimi zannet, ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver, unuturum elbet, geri döneceğimi zannet, ben de bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. الله يا عزام، الله الله الله، شو هالصوت الحلو. تسلم يا رب. يعني عن جد فاجأتنا، عربي وبتغني بالتركي وغنيت بكذا لون ثاني. عزام، كلنا بنعرف انه موضوع الشهرة ما سهل. أكيد. كيف انت كعزام عم تقدر توازن بين موضوع الفن وبين موضوع المشاريع اللي عم تجيك، الفيديو كليبات اللي عم تساويها، وبين موضوع دراستك؟ ما عم يسرق هذا الشيء من وقتك ووقت دراستك؟ هذا الشيء على طول بيكون محطوط له وقت، مزبطين وقت للدراسة ووقت للتصوير فيديو كليبات أو هالشغلات كلها هذا. يعني عم تقدر توازن بين الشغل وبين أكيد. بس أنا قالت لي العصفورة، اجت وبشبشتني قبل الحلقة، قالت لي إنه أوقات عم تضطر إنك تسهر تتأخر زيادة بسبب هلا حاليا ما في هلا حاليا مدارس بسبب الكورونا والشغلات. وأنت مبسوط على هالحالة. عزومة، أنت صوتك لسه بعده صغير عم ينمو معك، فصوتك بيكون بحاجة للراحة، بحاجة للنوم، فأنت ما لازم تسهر كتير، صحيح آية؟ أكيد نحن على طول بنحاول بهذا الشيء، بس كمان ما على طول بسهر، بس لما بيكون في تصوير فيديو كليبات أو من الشغلات فبضطر إني أسهر، وبعدها بريح إنه مثلا أسبوع كامل، وبعدها برجع بكفي. يعني سهراتك متقطعة، مو على طول بتسهر. أكيد. في رقابة من أبو البابا. عزام، من خالته، في رقابة دائمة بخصوص هذا الموضوع. طيب بالمدرسة، تمام؟ كمان العصفورة قالت لي إنه عم بصير عجقة عليك بالمدرسة، شو رأيك بهذا السؤال؟ مين هي العصفورة؟ ومعجبات، مين هي العصفورة؟ العصفورة من يومنا بنعرف إنه العصفورة أكيد طبعاً هي اللي بتقول الأخبار، العصفورة. بس ما بتقولوا لي مين هي؟ هي اسمها العصفورة. هي العصفورة وعطتنا إنه الأخبار وراحت فلت. حلو. عزام، عم توصلنا كتير شكاوي من أساتذتك، وأساتذتك عم يحكوا بيقولوا عزام ما مقصر بدراسته، لا عزام من المتفوقين، بس ولكن الشكاوي ثانية العلاقة بالشهرة. عزام، رفقاتك عم يتخانقوا عليك بالمدرسة، يعني ممكن رفقاتك البنات، على الأغلب رفقاته البنات، مو هيك أنا ما عندي رفقات. مين بدها تتصور معه، مين بدها تقعد حده، مين بدها تكون رفيقته، مين بدها تلعب معه. عزام، هذا الشيء عم بيسبب لك إحراج بالمدرسة، عم بيضايقك؟ أنا ما عم يضايقني، بس ممكن يكون عم يضايق الأساتذة، أنا أكيد ما بيضايقني، بحاول إني أرضي الكل بالمدرسة. عزام، بدك تحكي لي شعورك هلا لما بيجي حدا كبير وبيشوفك بيقول لك أنت عزام الشبعان المشهور اللي عنده قناة على اليوتيوب، أو عم نحضر لك حفلات بأماكن وبيجي وبيقول لك بدي أتصور معك، شو بيكون شعورك؟ لما بيكون طفل مثلا بعمري، فهو طبيعي انه مثلا يشوف هيك شخص عم يقدم محتوى حلو على اليوتيوب فبيتابعه. اكيد بفرح كثير لما بيجي شخص مثلا طفل اللي يتصور معي بعمري، بس لما بيكون شخص كبير اكبر مني فكتير بنبسط، لانه هو كبير اكبر مني وعم يتابعني وحب هذا المحتوى الحلو، فكتير كتير بكون مبسوط من هذا الشعور. يعني انت هون بهاي المرحله بتحس حالك انه صوتك وصل لكل الفئات العمريه، وصل للصغار، وصل بيعطيني ثقه بنفسي اكثر. الفئات الثانيه، الناس الكبار، هذا الشيء بيخليك تشعر بحالك انك نجحت، انك وصلت. اكيد. ما شاء الله عليك يا عزام. طيب عزام،
يعني فينا نقول انت بشكل مبدئي مشان ما يصير عندك غرور. بشكل مبدئي انت بلشت تحط الخطوات الاولى بعالم الشهرة وتوصل لهدفك ستيب باي ستيب. ما فكرت سابقا او عم تفكر مستقبلا انك تشارك ببرامج المواهب مثل ذا فويس كيدز مثلا؟ فكرنا بالموضوع ولكن الحمد لله بابا فتح لي شركة إنتاج كاملة إلي، فأحيانا الناس تطلع على هاي البرامج لحتى تقدم موهبتها أكتر. فالحمد لله قدرت إنه أطلع على اليوتيوب وأقدم موهبتي، وبابا فتح لي شركة إنتاج، فممكن إنه أطلع بهيك برنامج ما في أي مشاكل. بالنسبة لك إنه كافية إنه أنتوا فتحتوا شركة إنتاج؟ نحن عملنا اللي بدنا إياه، تعمل الأعمال يلي انت حابب تعمل، يلي رح تتقدم لي مثلا. طيب بس ما فينا ننكر انه اللقب مثل برنامج مثلا ذا فويس فيه لجنه حكم هن عندهم خبره اكثر. اكيد يعني اكيد رح تكتسب ممكن خبرة بالايام انه نروح على هيك برنامج. تجربتك الجديده اللي حتكون عالميه ايضا. تماما. طبعا انت هون بنفس الوقت عبد الله يعني في جمهور، فئه ثانيه من الجمهور اكيد طبعا فئه مهتمه انه تتابع هيك بروجرامات وصوت عزام يوصل عن طريق هي البروجرامات. تماما اكيد. فما بيهمك تحصل على هذا اللقب؟ بتفكر مستقبلا؟ بفكر يعني على طول نحن بنفكر، وكمان بنفكر انه بما انه نحن حاليا بتركيا انه مثلا في ذا فويس اللي بتركيا ممكن نروح على هيك برامج بتركيا موجوده. عزام، شو العائق يلي بيخليك انك ما تسافر تروح على لبنان وتقدم على ذا فويس كيدز؟ السبب انه ما بنطلع برا تركيا على لبنان او كذا، بسبب انه نحن معنا بطاقة حماية مؤقتة بتركيا بسموها الكملة، فما معنا إقامة سياحية، ما معنا جنسية تركية لحتى نقدر نطلع لبرا. فحاليا عم نشتغل على هذا الشيء لنقدر نطلع لبرا تركيا، نروح على أماكن أكتر. عزام، كونك ما فيك تطلع برا تركيا، ليش ما بتشارك ببرامج المواهب اللي موجودة هون في تركيا مثل ذا فويس كيدز اللي موجودة؟ فكرنا فيها كمان. يعني ما شاء الله عليك، انت بتحكي تركي كتير منيح وتعلمت التركي بفترة كتير قصيرة. يعني البابا قال لي، والدك قال لي انك تعلمت التركي خلال 2 أو 3. الحمد لله. فكرنا بهيك موضوع، ان شاء الله قريبا رح نقدم على هيك برنامج، واكيد رح نخبر الجمهور بهذا الشيء. ان شاء الله يا عزام، ان شاء الله بنشوفك باعلى المراتب وبنشوفك ناجح. تسلم يا رب. عزام، بعد ما قطعت مرحلة كبيرة بقناتك وصلت لأكثر من 700,000 مشترك، وإذ بيوم من الأيام وأنت عم تقدم إحدى الحفلات، طبعاً العصفورة قالت لي لا ترجع هلأ تقولي مين العصفورة، وأنت عم تقدم إحدى الحفلات، عرفت خلال تأديتك لإحدى الأغاني خلينا نقول، عرفت إنه قناتك انسرقت. طبعاً هذا الخبر زعلك كتير. أكيد. احكي لي على هذا الموقف، كيف قدرت تسيطر على شعورك وتمالكت نفسك وكملت؟ وأنا عم غني عادي، فجأة لقيتهم مشلوشين، فكان في فاصل بين الأغاني، فسألتهم قلت لهم إنه شوفي ليش أبي أمرح؟ قال إنه إجا رسالة إنه اسم قناتنا وصورتها تغيرت، وبعدها قام أبوك راح لأنه القناة هكرت. ما بعرف أنا كيف كفيت إني أقدر غني، بس كنت عم غني وعم أبكي إنه يعني كمان قناتي انسرقت وعم بتعب عليها صار لي سنة ونص. بنفس الوقت عندك مسؤولية قدام أنا لازم أنا الجمهور جاي لحتى يتسمع، فأنا ما فيني أتركه. آية عنده الشجاعة إنه استمر وضل عم بيغني تماما، قاطع البروفا تبعه. تماما، هي من نقاط القوة اللي بتبقى موجودة عند طبعاً الفنان. الحمد لله. عزام، هلا أنت ما شاء الله عليك بعمر 13 سنة وقطعت شوط كتير كبير بحياتك. الحمد لله. احكي لي، وين بتشوف حالك بعد 10 سنين من هلا؟ بعد 10 سنين أنا عم حاول إني أقدم كل شيء بقدر أقدمه، والجمهور هو اللي بيعرف أنا وين رح أكون بعد 10 سنين، هو اللي بيقرر. يعني خلينا نقول هو الداعم الأكبر. هو الداعم الأكبر. مثلا إذا جمهوري دعمني فأنا ممكن نوصل لشيء أنا بحلم فيه. طبعا جمهورك هلا عم يسمعك أكيد أو أكيد رح يحسوك أكيد، وحابين نوجه تحية لجمهورك اللي بيتابعك واللي بيحبك واللي بيسمع لك. أكيد. طيب عزام، البعض بينتقد توجه
تمام. في فئه كبيره بتحب عزام وعم تشجع عزام، بس البعض الاخر بينتقد توجه طفل بعمرك لموضوع الفن، بفضلوا اكثر انه لا، انه هذا الطفل ممكن ضل هوايه بالنسبه له، بس يهتم بدراسته بشكل اكبر. شو رايك انت عزام بهذا الموضوع؟ بالنسبة للموضوع نحن قلنا إنه نحن عم نحاول نخلي وقت لدراستي ووقت لشغلي، يعني كل مين له رأي خاص. فأنا برأيي إنه هذا الشيء ما بيأثر أبداً، بما إنه كل عيلتي وافقت على هذا الشيء، وفي كثير ناس موافقة على هذا الشيء. فممكن في آراء أكيد غير آرائنا، ممكن إنه تكون ما أنا متقبلة هذا الشيء. عزام، بعيداً عن الغناء، احكي لنا شو في عندك مواهب مخباية انت مخبية عننا ومخبية عن جمهورك؟ مواهب مخباية غير الغناء، بمثل شوي، بس اللي بمثل أكثر مني هو أخي محمد زين الشبعان. نحن سمعنا انه حمودة كمان ممثل، وشفنا له مقاطع على اليوتيوب. كان في له سكتشات حلوة، تمثيله بجنن، وتمثيله كتير حلو، بشدني لالي بشكل شخصي. بدنا نطلب من حمودة يفوت لعنا لجوا كونه موجود وراء الكواليس، كرمال يشاركنا هاي الحلقة ونسأله كم سؤال. مشاهدينا، رجعنا من جديد ببرنامجنا لايف ستيج، واللي مستضيفين فيه عزام الشبعان، وهلا انضم لنا كمان ايضا اخوه حمودة. حمودة كيفك؟ تمام. ممكن تعرفنا عن حالك؟ اسمي محمد الشبعان، عمري 10 سنين. موهبتي التمثيل، تمثيلي قوي. على اليوتيوب إلي سكتشات قوي تمثيلي. ما شاء الله، غني عن التعريف، ما شاء الله. أهلا وسهلا فيك حمودة. فهمت كمان إنه غير موهبة التمثيل عندك موهبة لعب الببجي. دايما بلعب ببجي، وعندي قناة جيمينج وبصور عليها برضه. يعني أنا وصلت إنك أنت لك خبرة بالتمثيل، بس الببجي لسه ما بحبشت عليك فيه. بدي أتحداك مستقبلا. طيب بدي أعرف حمودة، كيف علاقتك أنت وعزام؟ حلو. علاقتنا صداقة أخوي، يعني شو بدك من العلاقة. انت بتدعمه، بتكون معه اثناء حفلاته، وقت اللي بيصور الفيديو كليبات؟ هلا وقت بصور فيديو كليبات انا بكون معه وبنبسط وقت بينجح بشيء، بس وقت بيكون واقف على مسرح وعم بغني ما فيني ادعمه بشيء، هو وحده عن. بس انت وجودك معه لحاله بظن هو داعم بالنسبه لك، ما هيك؟ اكيد. حمودة وعزام، بما انه عزام عنده موهبة الغناء وحمودة عنده موهبة التمثيل، ممكن نشوفكم قريبا بعمل مشترك سوا؟ ان شاء الله قريبا نحضر لهيك شيء. وكمان فيديو كليبات تبعي على طول هو بيطلع معي، ومره عملنا له فيديو كليب له كمان انا طلعت معه بالفيديو كليب. يعني مثل ما حكينا من شوي، دائما موجودين مع بعضكم، عم تسندوا بعضكم. وان شاء الله بالايام الجاي ان شاء الله مثلا نعمل مسلسلات ونطلع سوا. طيب بتستضيفني بأحد مسلسلاتك أو بتعطيني دور؟ أنا كمان بدي دور أيام، وبس أنت؟ أنا وعبد الله. تستلموا دور. شو بتعطينا؟ بدنا ناخذ دور البطولة. أكيد. بدنا نستثمرك نحن. ناخذ نحن الأربعة. أنا بغني الشارع. هو الشارع ونحن وأنتم نحن ثلاثة. خلاص يعني اتفقنا. مو كومبارس نحن نكون. لا. بطولة. صار في عنا عمل فني هلا لقدام بدنا نجهز له. حلو. هاي بس يصير عمري 20 سنة إن شاء الله العمر كله. حمودة، سمعنا انه انت مو بس بتمثل، كمان بتغني، وفي اغنية من قبل كفر انطرحت لك وجابت تقريبا شي 1.5 مليون مشاهدة. هل ممكن بالمستقبل نشوفك انت وعزام بفيديو كليب مشترك او باغنية مشتركة مع بعض؟ إن شاء الله، إذا الله راد إن شاء الله بنعمل أغنية سوا، وإن شاء الله بتضرب وبتوصل ملايين. شو هي الأغنية اللي غنيتها اللي انطرحت كانت كفر؟ حافظ منها شي ممكن تسمعنا إياها هلا؟ إيه، هي كانت كفر، ما متوقعين أبدا توصل 1.5 مليون، بس وصلت 1.5 مليون. هي أغنية عطونا الطفولة، قديمة كتير، وغنيناها وضربت. وقت غنيت هاي الأغنية شو حسيت؟ ما حسيت بشي، بس زعلت لأنه هيك كان صاير فينا بسوريا، لا عيد ولا زينة ولا شيء. قديش كان عمرك حمودة وقت اللي كنت بسوريا؟ وقت كنت بسوريا ما شفت شيء من سوريا ولا بعرفها. كان عمري 4 سنين وجينا على تركيا. فبتتذكر في شوية ذكريات بخيالك أكيد. انك كنت بسوريا؟ ايه في. تماما.
وقت اللي غنيت هي الاغنيه غنيتها لانه كنت حاسس انك انت بحاجه في جواتك شيء بدك تطلعه. ايه غنيتها، وهذا الشيء اصلا اللي كان صاير فينا. طيب سمعني مقطع صغير منها. يا جينا نعيدكن بالعيد بنسألكن ليش ما في عنا العياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة، أرضي حرية ومسروقة، سمانا عم تحلم وبتسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة، أرضي حرية ومسروقة. ما شاء الله عليك يا حموده، شو هالصوت الحلو. ما شاء يسلم الله. هالتم. طبعا ما شاء الله العائله كلها كلها فنيه. طبعا أكيد. بنوجه تحيه لوالدكم والدكم يلي عم يشتغل عليكم وبينمي مواهبكم، ولوالدتكم طبعا بنفس الوقت. حموده ايه بنرجع لعندك وبنرجع بنسألك، هل اجاك عروض لأفلام ومسلسلات تلفزيونية؟ إجاني عرض على مسلسل عروس بيروت، بس ما قدرنا لأنه كان علينا حجر صحي على الأطفال، وبسبب كورونا رفضنا هذا الشيء وما قدرت نطلع. لو طلعنا في مخالفة وممكن أنا أنعدى بالفيروس لا بعيد الشر عنك يا حموده. رفضنا هذا الشيء. خلص ان شاء الله رح نطلع من سنة 2020 وهلا رح نستقبل سنة 2021. حتكون سنة خير وسنة حلوة علينا كلياتنا إن شاء الله. ان شاء ان الله. شاء الله يا رب. بدنا نرجع لعند عزام. هلا سمعناك باللهجه السوريه، سمعناك باللهجه العراقيه، برضه سمعناك باللغه التركيه. طبعا ما شاء الله عليه بالتركي. واو. يا رب. ممكن نسمعك لقدام بمشروع جديد، مشروع فني جديد بلهجات عربيه ثانيه مختلفه؟ ان شاء الله عم نحضر. ما بدي احرق كل شيء انا. ما فينا ناخذ هيك شيء مقطع؟ بدنا شيء مقطع حصري لنا لايف لبرنامجنا ستيج. لايف ستيج. تركني خدعني ظلمني حبيب الروح. الله، بس مع الغنية. شو هالصوت الحلو يا عزام. ما شاء الله. يا رب. الأغنية مبينة كتير حلوة ما شاء الله. رح ننتقل مباشره لفقره التحدي مثل يلي ما هي حكينا. 12 سؤال، ورح نختار من 12 سؤال 8 أسئلة. بدنا اياكم تختاروا الاسئله بشكل او الارقام بشكل عشوائي. رح يكون في ارقام رح نختار منه. تمام. في أرقام موجودين عند آية. أنت رح تختار رقم من 1 ل 12، بس طبعا الأرقام بشكل عشوائية. خلف كل رقم يا عزام حيكون في سؤال. حلو. ممكن يكون سؤال، ممكن يكون طلب. تماما بالضبط. طبعا هلأ عندك 15 ثانية لحتى تجاوب على السؤال. بعد ال 15 اختار ثانية رقم ورح يكون في سؤال. أكيد طبعا بعد ال 15 ثانية عزام في حال ما جاوبت على رح السؤال يكون في رح عقاب. نطلب منك طلب نحن. تماما بالضبط. ممكن يكون عقاب وممكن ممكن يكون شيء شيء ظريف ظريف تحبه. أكيد تحبه. طيب 5. عزام أعطيني اسم حدا قريب عليك بتقدر تأمنه على كل أسرارك. الشخص اللي ممكن نأمن له بكل شيء. تأمن أسرارك كلها عنده. اسم حدا أمي. كثير قريب عليك. أمي. الله يخلي الله لك يخلي اياها. لك إياها الله يا رب. يسلمكم يا رب. اعطينا بقى رقم رقم ثاني. ثاني عزام. 9. بدي تصنف لي حسب الاهم بالنسبه لإلك. مم. تمام حاليا. الشهره، العائله، ولا الدراسه؟ اعطيني بالاولويات بالنسبه لإلك. بلش العد التنازلي. العائلة، الدراسة، الشهرة. لا برافو بنفض منها عليك. على السريع. برافو عليك. اعطينا كمان رقم. الرقم الثالث 3. عزام مين هو أقرب شخص لإلك؟ والدك الله يخلي لك إياه، أو والدتك، أو أخوك؟ أخي. ليكون برافو لانه عليك. قاعد معنا حموده لا. هلا. لا. حمودة لا، حمودة أنت بدك تسألنا مين أقرب؟ بتحسوا العزام قريب كتير منك؟ أكيد هي أكيد. نتخانق بس هيك يعني مو خناقة. مناوشات هيك قبل على الكواليس الخفيف. قبل الكواليس حمودة شو كان عم بيقول لي؟ كان عم بيقول لي أنا بتضايق من عزام عنده شغلة كتير سلبية، بابا بيطلب منه نسكافيه
بيقول لي حموده روح سويها انت. هلا لك دائما الاصغر هو بيدفع الثمن. فعلا وقت اللي كنا صغار تماما. كمان ساليني لالي وقت اللي كنت صغير كمان كنت انا لانه اخوي كبير، انا اخوي روح انت كبير. اصغر واحد بالبيت. تماما. فعم بيصير فيكم مثلنا. يعني صار فينا مثلك. اوكي كلنا مرينا بهي خلينا ناخذ التجربة. رقم جديد هلا كمان. عزام اختار رقم جديد. راح اختار رقم 10. 10 لنشوف قديش عندك الشجاعة انك تجاوب انك عليه. تجاوب عليه. بدنا 3 صفات مزعجة بعزام الشبعان. كسول، سمين، هي عصبي. العصفورة هون، العصفورة هون عنا عصبي. خبرتنا. صاروا 3. كسول كسول وسمين وسمين وعصبي. عصبي. هلا ما كسمين. هلا ما انا كسمين لسه بس بتنحب. أنا بس بالنسبة تكبر لي هيك تدخل على بحس. الجيم حركات انا بالنسبه لي هيك بحس. هدول وبيمشي اكثر حالك. 3 شغلات بكرههم بحياتي. حمودة شو رايك بالصفات بالشغلات المزعجة اللي حكاها عزام؟ في أكتر في اكثر؟ احكي لنا انت طيب. احكي لنا كمان 3 احكي لنا من 3 عندك. من عندك. اي صاروا حمودة. 6. مثلا تبع الشغل حمود يقوم، هاي واحد. انت عم تدفع الثمن دائما. لانه هو اصغر حدا الثاني مسكين. شغلي ما بحبها فيه، دائما وقت بدي انزل جيب شيء دائما بيقول لي كمان جيب لي معك. مثلا بيكون نازل يشتري. بيأمرك جيب لي معك. انه هو نازل خلص يعني. طيب شغلة ثالثة؟ الثالثي ما ضل خلاص خلصوا. ايام بقول له شغلي لا يعملها وبيعملها غصب. بيعملها. لا يا عزام بدك دير بالك على حمودة. طيب كمان رقم جديد. رقم جديد 12. لو عرضوا عليك مبلغ كتير كبير، ما رح اقول شو هو الرقم، بس مبلغ كتير كبير ممكن تأمن فيه مستقبلك، تأمن حياتك، تمام. تتغير، وانك تترك مجال الشهرة وتبيع قناتك وتعتزل الفن، شو هو حيكون قرارك؟ طبعا بلش العد التنازلي. ما باخذ مبلغ، بكفي بالمسير اللي انا فايت فيه. يعني مسيرتك الفنية هي اهم شيء بحياتك. أكيد. بنفهم من جوابك. أكيد. وفي عندك مسؤولياتك انك تنزل محتوى جديد كل فترة أكيد. وفترة، تطلع اغاني جديدة، تخلي متابعينك او الاشخاص اللي بيحبوك يضلوا عم بيشوفوك عم أكيد. تتطور وعم تشتغل وبتنزل اشياء جديدة تبسطهم. اكيد. طيب كمان رقم جديد. هلا كم رقم صرت مختار؟ هلا هذا الخامس. هذا هلا بدي الخامس. اختار الخامس. مهم. 11. رقم 11. لنشوف هلا رح يشمط فيك حمودة ولا رح يشجعك. هذا الرقم يا عزام هو عبارة عن تحدي. هلا بدنا نتبادل الأدوار، أنت رح بتصير المذيع ونحن رح نصير ضيوفك. ما بعرف انا اعمل هيك شغله. هو تحدي، إذا ما مشي الحال في عقوبة. اكيد طبعا. حط ببالك. وعلى فكرة معك رح يخلص 15 عد التنازلي. ثانية تمام لحتى 15. تبلش تحدي. طيب يلا. اوكي. اهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا لايف ستيج. اهلا وسهلا لا فيكم. عزام بدك تغير اسم البرنامج، تختار برنامج بدي وامن أختار. لعقلك. طيب أوكي. عدوا لنا اياها. طيب تمام نطلب من الاعداد يحط لها 15 ثانية جديدة. يلا. اوكي. اهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا. شرفتونا. أهلا فيك. نحن عملنا هذا البرنامج، صادفناكم لحتى نسالكم ليكي اسئله. لا كات، انا اشتقت لصوت عزام الحلو تمام. رح تاخذ الجزء عزام لانه ما ذكرت بس اسم ما البرنامج كفيت. وقلنا اول خطا. قلنا اول خطا رح تعمله رح تاخذ الجزاء. فلهيك خلينا نسمع منه شيء اغنيه بالتركي، لانه في اغنيه ارامام كثير حلوه وانا كثير بحب اسمعها منه. هي من أكثر الأغاني المسموعة. طبعا أغنية أرامام معروفة للفنان إبراهيم تطلس، وأنت غنيتها سابقا بصوتك عزام. خلينا نسمع مقطع جزء صغير بسيط منها. منها. عقوبه حلوه. Çağırsaydım gelmez miydim yar? Senin için ölmez miydim yar? Dünyayı ters etmez miydim yar? Aramam, aramam, aramam.
ما شاء الله عزام. هلا ننتقل لعندك حموده. لا. حموده باقي سؤالين فيك تختارهم لانه عزام اخذ كل الاسئله. آية شو موجود عندنا ارقام؟ كرمال حموده يختار رقمين. ضال عندنا 1 وعندنا رقم 7 رقم 8. عندنا 1 وعندنا 7 وعندنا 8. 8. الرقم 8 يا حموده بيقول بدك تمثلنا مشهد تمثيلي ترتجل من عندك اي شيء بيخطر على بالك. انا اللي رح اقوله مشي معي فيه. اوكي تمام، رح حاول ساعدك. الكنترول عند محمد. بابا ايمتى بدنا نروح على سوريا؟ والله اشتقت لها، ما شايف شيء من بلدي انا. بس يا ابني هون احسن. طيب هون احسن بس انا ما شفت شيء من بلدي، كيف بدي اشوفه؟ في حدا ما بيعرف يحكي بلغته، ما بيعرف يكتب، ما بيعرف يقرا. طيب هون احسن بس انا ما شفت شيء من بلدي، كيف بدي اشوفه؟ في حدا ما بيعرف يحكي بلغته، ما بيعرف يكتب، ما بيعرف يقرا. يعني هو كان مشهد تمثيلي شوي هيك، بدنا شيء اساسي سلينا شوي فني، ولكن عن جد خلانا فوتتنا نتاثر بحاله وبمود كان كتير حقيقي، وكلامك عن جد كتير حقيقي، وانا ما اعتبرته مشهد تمثيلي، انا حسيته عن جد شيء داخلك وجواتك وعم تحكي فيه وعم يطلع بكل شفافيه، فانا بهنيك. تماما. انا ما كان في عندي رد يعني وقت اللي بلش ودغري انصدمت. يعني طفل بهذا العمر، يعني لازم يكونوا اطفالنا بهذا العمر همهم اللعب، الضحك، الفرح، بس ولكن انه نو كومنت عن جد. آية للاسف مر الوقت بسرعه ووصلنا لنهايه حلقاتنا من لايف ستيج، ولكن انتظرونا الاسبوع الجاي بنفس الموعد، والخاتمه رح تكون معك عزام. سحرتي لعيوني جننت جنوني، راح احبك لو كل الناس بحبك لاموني. سحرتي لعيوني جننت جنوني، راح احبك لو كل الناس بحبك لاموني. الله ما شاء الله جمالك، الله ما شاء الله، حتى القمر جن بالك وعن حاله تخلى. الله ما شاء الله جمالك، الله ما شاء الله، حتى القمر جن بالك وعن حاله تخلى. حتى القمر جن بالك وعن حاله تخلى.